بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل الناس اليوم يشاهدون بالصوت والصورة ما آلت إليه الأوضاع في بلاد المسلمين بصفة خاصة وفي العالم بصفة عامة، ولم يعد بإمكان أحد أن يخفي على الناس حقيقة ما يجري على الأرض، ولا أن يفسر لهم الأحداث على هواه وعلى الأجندات التي يريد طرحها. نحن نتابع ما يجري في مصر وسوريا على المباشر، ما كان حتى فضائية ولا دولة ولا نظام ولا حزب يستطيع أن يحتكر الخبر أو يصور للناس الأحداث كما يشاء. والمشاهد التي تمكن من إخفائها الإعلام الجزائري المتواطئ مع المجرمين في التسعينات يعني يعاد اليوم تمثيلها وتصويرها بالصورة البطيئة في واقع الناس. يعني الشيء اللي نشوفه فيه في مصر وفي سوريا ما هو إلا إعادة لما حصل في الجزائر وما حصل في ليبيا كذلك، لكن الفرق هو أن الشيء اللي شفناه في أزمة ليبيا هي أننا رأينا المسرحية من بدايتها إلى نهايتها، في حين أن ما يجري في مصر وفي سوريا ما زال يعني يمشي مرحلة مرحلة إلى أن يصل إلى نفس المصير على كل حال. لكن كل شيء مسجل، كل شيء موثق، ولا يستطيع أحد أن يخفي شيء. ولذلك نجد حتى الدول الكبرى، الدول العظمى، أمريكا، بريطانيا، فرنسا، كل الدول يعني في حرج كبير، لأنهم لا يستطيعون أن يتخذوا مواقف بناء على الأكاذيب التي تسوقها الأنظمة الفاشية. نفس الشيء كلنا شاهدنا كيف تم استغلال الحلف الأطلسي لسخط الشعب العراقي على نظام البعث المتخلف. يعني رغبة الشعب العراقي في تغيير النظام البعثي الظالم استغلت من طرف الحلف الأطلسي من أجل تدمير الجيش العراقي وتحويل العراق إلى محمية لأمريكا. رأينا كذلك كيف تم استغلال رغبة الشعب الليبي في التخلص من الطاغية القذافي المجرم لتبرير كذلك تدمير كل القدرات الدفاعية للجيش الليبي، لتصبح ليبيا بعد التخلص من نظام القذافي محمية تابعة لفرنسا. يعني عندما نقول تدمير البنية التحتية أو القدرات الدفاعية للجيش الليبي، نحن لا نقصد تدمير قيادة الجيش أو المرتزقة الذين يقتلون الشعب، وإنما نقصد به الهدف الرئيسي للحلف الأطلسي، وهو تدمير كل ما بناه أو بنته الشعوب على مدى 5 أو 6 عقود من الإنفاق على حساب قوتها. كل ما أنفقناه من ملايير من أجل شراء الأسلحة وتكوين الناس وغير ذلك كله يذهب هباء منثورا في لحظات من التدخل الخارجي بالقصف الجوي. هذا هو الهدف. أما الأنظمة والقيادة العسكرية وغير ذلك فهي تبقى لتستنسخ أنظمة جديدة تساهم أمريكا وفرنسا في إنشائها. وقد شاهدنا كيف يعني ترك الحلف الأطلسي فرنسا وأمريكا وغيرها، تركوا السفاح النصيري الفاجر بشار الأسد، تركوه يقتل الشعب الليبي، تركوه يبذل كل ما في وسعه، حتى المرتزقة من إيران ومن سوريا وحتى من الجزائر، مرتزقة رخاص راحوا هناك ليقتلوا الشعب السوري ويستأصلوا ثورته بكل الوسائل. ولكن لما فشلوا وتقوات عليهم إرادة الشعب السوري وصبره، عند ذلك قام هذا الخبيث، هذا الرئيس السوري هذا، قام باستعمال الأسلحة المحرمة دوليا بطريقة متعمدة. كثير من الناس يعتقدون أن هذه الأسلحة خطيرة وغير ذلك. هذه الأسلحة صحيح هي أسلحة فتاكة، ولكنها أسلحة تقليدية. لو استعملت ضد الجيش الإسرائيلي أو ضد الجيش الأمريكي فإنها
لن تؤثر على قدرته القتالية بأي شكل من الأشكال، لكن لأنها محرمة دوليا لو استعملها النظام السوري حتى من أجل إبادة الحشرات الضارة لكانت ذريعة كافية لتدخل قانوني من طرف الحلف الأطلسي باسم الأمم المتحدة، لأن هذا ينسجم مع القانون الدولي. وبالتالي استعمال هذه الأسلحة كان طريقة خبيثة من طرف بشار الأسد ليعطي الذريعة القانونية للحلف الأطلسي للتدخل من أجل ضمان أولا تدمير القدرات العسكرية لسوريا للشعب السوري، يعني الجيش نتاعو كل البنية التحتية نتاعو تتدمر حتى يبقى الشعب السوري بدون جيش. عندما يتم التخلص من بشار بالهروب أو بطريقة أخرى يبقى الشعب السوري ما عنده لا أمامه ولا خلفه، ما عندوش حتى قدرة على الدفاع عن نفسه، وبالتالي يكون محمية لأمريكا على حدود إسرائيل. هذه هي القضية. ولذلك اليوم أنا سأوجه الخطاب للجزائريين من موقع المواطن الجزائري الذي يشعر بمسؤوليته الوطنية كاملة تجاه شعبه ووطنه وتجاه الشهداء الذين ضحوا من أجل أن تتحرر الجزائر. أنا سأترك الكلام اللي قلته من قبل، سأتركه جانبا، بل سأضعه وراء ظهري في هذا الوقت، وسأركز على المستقبل، وأعتبر أن كلمتي اليوم هي الأولى والأخيرة في تحديد الموقف مما يمكن أن يحدث في المستقبل، لأن كل ما حصل سابقا كان طامة حقيقية، ولكن المعطيات الواقعية اللي عندي أنا تؤكد أن ما يحصل في المستقبل في الجزائر سيكون طامة أكبر لا يتصورها أحد. إذن نحن لسنا في مرحلة التساؤل، أنا شخصيا لست في مرحلة التساؤل عن إمكانية ما إذا كان سيأتي الدور على الجزائر أم لا. يعني هل نحن وصل علينا الدور في قائمة الدول المستهدفة بعد العراق وليبيا وسوريا واليمن ومصر؟ هذا سؤال ما عادش مطروح عندي، لم يعد مطروحا عندنا. نحن لم يعد مطروح عندنا هل سيكون هناك تدخل أجنبي لتحطيم الجيش الوطني الشعبي أم لا. هذه أصبحت أمرا واقعا. بالنسبة لنا التفكير في هذه المسألة مر وقته، ومر في مرحلة كان الشعب الجزائري فيها غافل عندما كانت احتياطاته المالية والثروات نتاعو تغتصب. ولذلك قضية تدمير القدرات الدفاعية العسكرية للجزائر أصبح أمرا مفروغا منه في جدول أعمال اللوبي الصهيوني. هذه قضية منتهية، هذا أمر مفروغ منه. ومع الأسف هو أمر لا يخفى على الدوائر الضيقة القيادة العسكرية العليا في الجزائر، يعرفون بكل تأكيد بأن الجزائر ستتعرض إلى ضربة عسكرية، ولكنهم يعرفون بأنها لا تؤثر على مصالحهم الخاصة، وفي نفس الوقت يريدون أن يسوقوا أسطورة بأن ضرب الجزائر هو بتواطؤ من المعارضة في الخارج أو باستهداف الحلف الأطلسي للنظام الجزائري لأنه وطني، وهذا كله كذب. احنا هذا الفستي هذا كل تجاوزناه. المشكلة هي أننا وصلنا إلى مرحلة السؤال عن متى سيحصل عندنا ما حصل في سائر الأوطان المتخلفة التي أصر حكامها الخونة على سياسة الأرض المحروقة. يعني هذا المجرمين اللي راهم يحكموا الآن يعرفوا كل شيء، ولكنهم هم مصرين على أن يصل الأمر إلى ضربة عسكرية من طرف الأجنبي، يتواطؤون هم على الحل معه حتى يفوتوا على الشعب الجزائري وعلى الأحرار أن ينهضوا بالجزائر ويمشوا بها في الطريق اللي يأمن لها مستقبل أسعد لأبنائها. هذه هي القضية. القضية ليست في هل ستتعرض البنية التحتية العسكرية لضربة عسكرية من طرف قوة عسكرية خارجية سواء كانت الحلف الأطلسي أو من ينوب عنه إسرائيل أو حتى دولة صديقة. اليوم في عالم المصالح وعالم الفساد اللي راه عام في هذا الوقت ما كانش صديق. لازمنا الآن نبني صداقات جديدة بناء على المصالح المشتركة وبناء على تحمي ظهري. ما كان حتى حد يسموها أنت صديقي وشقيقي وأنت تتآمر مع الأعداء علي لتقتلني. إذن السؤال اليوم احنا بالنسبة لنا اللي أصبح مطروح هو متى ستكون الضربة؟ هل ستكون بعد أسابيع، بعد شهور، بعد سنوات؟ هذا هو اللي رانا نفكروا فيه حنايا ورانا نتتبع في مؤشراته.
كذلك نحن نريد أن نعرف من سينفذها. هل هو الحلف الأطلسي مباشرة؟ هل سينوب عنه سيوكل بالمهمة إلى إسرائيل أو إلى طرف من الأطراف سواء دولة أو جماعة أو تنظيم ليقوم بالمهمة؟ هذه القضية احنا اللي الآن هي محل اهتمام عندنا احنا يعني. وقبل ما يمني بعض الناس أنفسهم بالعلاقة الحميمة يطمعوا في علاقة السلطة الجزائرية الآن بالحلف الأطلسي ويغتروا بأن الحلف الأطلسي لا حاجة له في استتباب الجزائر لأنها حليفة، الحليف الأول له في المنطقة. أنا أنبه الناس إلى أن هذه العقلية هي عقلية العملاء الذين لم يفهموا بعد بأن العميل الأجنبي إنسان رخيص، إنسان ساقط لا ثقة فيه حتى من طرف الناس الذين يستعملونه. ولذلك هنا أريد أن أقف عند تجربة حية نعرف بدايتها ونهايتها، والحمد لله يعني أنها تعطينا مثال على المخارج الناجحة للشعوب وللدول وللأوطان من المآزق. وأذكر هنا لعل الذكرى تنفع بعض الناس ويداركوا أنفسهم. مثلا قيادة الجيش التركي التي كان اللواء نزار خالد وزير الدفاع الذي خان الجزائر ودمرها عن بكرة أبيها، هذا اللي كان كل مرة يتكلم مع الضباط ويقول لهم نحن المثل نتاعنا هو الجيش التركي. الجيش التركي عندما كان يعني خانق الشعب التركي وخانق الدولة التركية وخانق الوطن التركي في خانة التخلف. هذه القيادة العسكرية للجيش التركي جربت العمالة للحلف الأطلسي أكثر من 50 سنة بحجة نفس الحجة اللي كان يستعملها نزار وجماعته، بحجة التقارب من الغرب ومن الدول الغربية ومن الديمقراطية ومن الحضارة الغربية إلى غير ذلك. تركيا سابقة في هذا الأمر هذا. القيادة العسكرية التركية في هذاك الوقت همشت الكفاءات التركية الوطنية الحقيقية اللي قادرة تنهض بتركيا، ووضعت مقدرات الدولة التركية كلها تحت تصرف الفاسدين والمنحرفين والمنحلين والممسوخين. باسم ماذا؟ باسم العلمانية. وين وصلوا؟ بعد أكثر من 50 سنة تركيا التي كان يسميها زعيم العلمانية تركيا الفتاة، هذه الفتاة الجميلة اللي كان يتوقع بأنها ستبهر العالم، هرمت وصلت إلى أرذل العمر في وقت قياسي، شرفت قبل الوقت وعرفت أفقر حال في تاريخها وأسوأ وضعية عرفتها تركيا في تاريخها هي وقت اللي كانوا متبنيين دايرين هذه الشعوذة العلمانية الذريعة والعسكر فارضين أنفسهم بقوة السلاح على الشعب التركي. وين وصلت تركيا في عهدهم؟ وصلت حتى أصبحت رهينة لصندوق النقد الدولي، أصبحت لعبة في أيدي الصهيونية العالمية والماسونية، أصبحت تتسول على أبواب الاتحاد الأوروبي من أجل العضوية فيه. ولكن لم تصل إلى شيء في ظل هذه القيادة العميلة، القيادة العميلة التي وضعت تركيا وجيشها وشعبها ومقدراتها وأرضها تحت تصرف الحلف الأطلسي. وهو هذا الشيء اللي راح حاصل عندنا في الجزائر، لأن نزار هذه هي مثل الأعلى. القيادة التركية السابقة هي مثل الأعلى لنزار، والضباط كلهم يعرفون هذا. لكن الجميل في التجربة التركية والمفيد لنا حنايا، لأننا يجب أن نستفيد من التجارب الناجحة ومن التجارب الفاشلة للناس ومن تجاربنا كذلك. الحمية الوطنية لدى الجيل الأخير من القيادة العسكرية التركية تتكلم عن الحمية الوطنية الحقيقية، الحمية الوطنية التي تبني الأوطان وتدافع عنها، ماهيش الحمية التي الكاذبة والزائفة التي
تقذف بالأوطان في هاوية التخلف والاقتتال والدماء والفساد. هذه الحمية الوطنية لدى هذه القيادة العسكرية المخلصة لوطنها وشعبها قلبت معادلة الانهيار. كانت تركيا ماشية نحو الهاوية، وقفوها بمنتصف الطريق وانطلقوا بها باتجاه آخر. بماذا؟ بموقف وطني شريف وحكيم، وهو رد الاعتبار لإرادة الشعب التركي وتمكينه من تحمل المسؤولية على انتخاب ممثله. خلاص، الطريقة التي كان العسكر يفرض بها رأيه على الشعب باسم العلمانية ويريد أن يفرض عليهم ما يراه أدتهم للهاوية. جاءوا ناس مخلصين لوطنهم، شافوا قالوا هذا الطريق ما يمشيناش، يا أخي نتبعوا الطريق صحيح، وانحرفوا أو ورجعوا بتركيا إلى الطريق السليم وسلموها إلى الكفاءات القادرة على إنقاذها. واللي يعجبني في هذه القيادة أنها ذهبت في موقفها الوطني الشجاع إلى درجة التضحية بالقيادة العسكرية التي أصرت على إبقاء تركيا في وضعها المزري. يعني بعد ما هما شافوا باللي هذا هو الطريق الأصلح لتركيا، القيادة العسكرية الأولى، القيادة العسكرية السابقة اللي انتفعت بانهيار، يعني اللي بنت مجدها على حساب التخلف نتاع تركيا وتدميرها، هذه القيادة ما حبتش، ما رضتش بهذه القرارات، وحاولت أن تقوم بانقلابات ضد الحكومة وضد النظام الجديد. لكن الرجال العسكريين، القيادة العسكرية الشريفة، قالت لهم ما يعنيناش أمركم حنايا، لن نقبل أن نعيد تركيا إلى الهاوية بعد أن وجدت طريقها إلى المخرج. ولذلك سمحوا فيهم وضحوا بهم وقدموهم للعدالة وراهم في الحبس، هم راهم في الحبس، ولكن تركيا راها ماشية على سكة الأمان وعلى الطريق الصحيح اللي يوصلها بإذن الله للمجد ويمنعها من التخلف والهاوية اللي كانت رايحة عليها. ولذلك هذا الجيل من القيادة الوفي لوطنه وشعبه بالتعاون مع النخبة التركية المؤهلة لرد الاعتبار لتركيا شعبا ووطنا ودولة أمام الأمم، يعني قدروا يديروا هذا الإنجاز في وقت قياسي غير معقول. تركيا حققت التغيير إلى الأحسن في وقت قياسي لا يمكن أن يتصوره أحد، ووضعت قدمها على طريق النهوض الصحيح، وأيضا بدون الحاجة لا إلى ثورة دامية تثير الأحقاد، ولا إلى اقتتال، ولا إلى جدل وطني نحو الهوية، ولا إلى تدخل أجنبي يدمر القدرات الدفاعية لتركيا. كل هذا الشيء تجاوزوه بماذا؟ بوعي هذه النخبة من القيادة العسكرية والمؤهلات الحقيقية اللي كانوا يتمتعوا بها هذه النخبة المدنية السياسية التي تقود البلاد الآن. عندما حاولوا المعترضون على المسار الوطني الموفق لتركيا استغلال الحراك الشعبي، يعني هذا الخبثاء عندما ما قدروش يديروا انقلاب عسكري حاولوا يثوروا بعض الصائعين في الشارع التركي باسم العلمانية باش يديروا ثورة مثل ما هو حاصل في ما يسمى بالربيع العربي، حتى يعني يعطوا ذريعة لانفلات الوضع في تركيا والتدخل الأجنبي وفرض الأجندة الأمريكية وفرض أجندة الحلف الأطلسي على تركيا. لكن كيف حصل؟ ماذا الذي حصل؟ هل الجيش قال بأننا لا احنا علمانيين يجب أن نقف مع هذه الشرذمة العلمانية على أساس إيديولوجي وندمر بلادنا؟ وهل قال الجيش نحن نقف مع الشرعية وندخل بالدبابات ونقضي على هؤلاء الناس ونحدث مجزرة في شريحة من الشعب التركي لأنهم يريدون أن يبثوا الفوضى؟ لا هذه ولا هذه. كيعودوا الناس واعيين، كيعودوا الناس مقدمين المصلحة الوطنية، يعرفوا كيفاش يتحكموا في أوضاعهم ويعرفوا كيفاش يتخذوا القرارات التي تخرجهم من الأزمات سالمين. فلم يتحرك الجيش بدباباته لسحق الناس المتظاهرين، وإنما تعاملت معهم أجهزة الشرطة في الإطار الذي يحفظ على تركيا الأمن والسلم المدني، وكانت سلطة القانون هي الأعلى وهي الأقوى وهي الأكثر فعالية، والعدالة المستقلة أخذت مجراها مع الجميع، مع الدولة ومع المعارضة. كيف الناس قاعد توقف أمام العدالة. لكن الرد الحقيقي الرائع
هو رد الشعب التركي الذي خرج عن بكرة أبيه إلى الشارع ليكشف. حنايا كي نعودوا عجيب كي نعودوا نطلبوا في شعبنا باش يخرج للشارع يعبر عن رأيه يقول لك بلي راغي باغيين الفتنة. هل عندما خرج الشعب التركي عن بكرة أبيه وملأ الشوارع والساحات وبين لهذه الشرذمة، هذه الفئة القليلة الضالة عن الطريق الصحيح، هل عندما خرج الشعب التركي وبين لها بأنها لا تساوي شيء في ميزان المعادلة الوطنية، وبأنها لن تستطيع أن تؤثر على المسار الوطني الموفق، وعليها أن تطالب بحقوقها المشروعة في إطار القانون الذي يسمح لجميع الأتراك أن يطالبوا بحقوقهم المشروعة ويأخذوها بكل سلمية وبكل أمن وبكل كرامة كذلك. وفعلا انتهى الربيع التركي بذهاب المشعوذين هذو إلى أماكنهم، وربما أغلبهم الآن راهم وعاو وخذوا درس وراهم الآن يساهموا في بناء بلادهم وما فيها باس. المشكل عندما نكون مصرين على المسير في الخطأ، هذا هو المشكل، هذه هي الخيانة العظمى. أما الأخطاء راها قاع الناس دير أخطاء. ولذلك أنا أريد هنا أن أركز على وطنية القيادة العسكرية التركية. هذه الوطنية التي لم تمنعها، يعني هذه الوطنية التي غلبت على القيادة العسكرية التركية ولم تمنعها لا العلمانية نتاعها ولا الخصوم نتاعها مع النخبة السياسية التي تحكم المدنية التي اختارها الشعب التركي. كل الخصومات والاختلافات والاختلاف في قضية الإيديولوجيا لم تمنع هذه القيادة العسكرية الوطنية الشريفة من اتخاذ الموقف الصحيح الذي أنقذ تركيا من الضياع. وبارك الله فيهم. لأن الموقف الوطني الحقيقي هو الذي تتحقق به المصلحة الوطنية، وهذا الموقف في الحقيقة راه لا يحتاج لا إلى من يفسره ولا إلى من يروج له ولا إلى من يبرره. ماهوش كيما نتاوعنا حنايا نزار راح قابل الوطن في الهاوية ثم بعد ذلك راح جند مئات الآلاف من الصحابيين. احنا ما نحتاجوش حتى نحتاج 4 مذيعين يقوموا بالواجب. راح جمعنا جيش من الكذابين واعطى لهم شرعية الصحافة واعطى لهم كل الإمكانيات وبداوا يكذبوا على الشعب باش يختلقوا الذرائع لإرضاء الوطنية على الكارثة التي تسبب فيها للجزائر. هذه ماهيش وطنية يا ناس. كل واحد يقلب هذا الكلام مع رايه، رانا أحرار، كل واحد راه وحده يقدر يقلب هذا الكلام ويشوف وين راه صح ولا غلط. ولو كان ماهوش هذا الموقف الوطني المشرف لهذه القيادة العسكرية النبيلة، أعيد وأكرر هذه القضية. أنا معجب بهؤلاء الرجال الذين غلبوا مصلحة وطنهم على اعتقاداتهم وعلى طموحاتهم وحطوا اليد في اليد مع الأتراك الآخرين من أجل تركيا. لو كان ماهوش هذا الموقف الشجاع لهؤلاء الرجال لدخلت تركيا في حرب أهلية، ولا وجد الحلف الأطلسي الذريعة الكافية لبسط الوصاية الكاملة على تركيا. يلقى الذرائع ما دام الفتنة قائمة بين الأتراك، يلقى الذرائع باش يتدخل ويفرض الأجندة الذي يريدها. أنا أريد من ضباط الجيش الوطني الشعبي أن يتأملوا في هذا الموقف الشجاع لهذه القيادة العسكرية التركية. ما هوش يتأسوا بالمجرمين اللي أكثر من 50 سنة وهم يدفعوا في تركيا إلى الهاوية. ولازم يتخلصوا من هذه المساومة على من هو الشريك الذي نتعاون معه من أجل المصلحة. يا أخي الإنسان اللي يحقق المصلحة تعاون معه، المهم مصلحة الوطن، لأنها عندما تتحقق مصلحة الوطن فإن كل المشاكل الأخرى سيتم حلها. ما لازمش تركزوا على هوية الطرف المدني الذي يحكم الجزائر. الأتراك لم يركزوا، ما خلاص تجاوزوا هذه القضية، ما يهمنا لا يحكمها لا أردوغان لا علان. المهم طرف وطني قادر على المضي بتركيا إلى الأمام. هذا هو الذي أنقذ تركيا في الأساس، رغم أنه كاين عبقرية وكاين كفاءة مهنية وسياسية ووعي وطني عالي وذوق وتخطيط وغير ذلك من طرف الحزب الفائز في الانتخابات. يعني الأتراك عندما اختاروا هذا الحزب ما اختاروهش جزافا، ما اختاروهش لخاطر يدفع بالشكارة، اختاروه لأن فيه رجال قادرين باش يحموا
تركيا ويخرجوها من الأزمة اللي فيها. ولكن مع ذلك لو كان ماهوش هذا الموقف الشجاع الصائب للقيادة العسكرية ما كان حزب أردوغان ولا غيره يستطيع أن يخرج تركيا من الهاوية. أربكان كان أقوى من أردوغان ولم يستطع أن يفعل شيء. لماذا؟ لأن مقفول. ها هو مرسي عامه وهو يشتغل ويحاول يدير رئيس منتخب، وفي النهاية أمرت عليه القيادة العسكرية، لم يفعل شيء، وراه في الحبس، وراه مصر دخلت وعاودت للمربع، رجعت للمربع الأول. إذا لو كان ماهوش هذاك الموقف الشجاع لبقيت تركيا تراوح في ضياعها إلى أن يجتاحها الحراك الشعبي أو ثورة شعبية هائجة وتديها للواد كما ادت للشعوب الأخرى والأوطان الأخرى. ولذلك هذا الموقف هو الذي سمح لتركيا كذلك بالتدرج في التخلص من النظام العسكري، كي يعودوا الناس واعيين، يتم التفاهم على المرحلية في الانتقال من النظام العسكري الفاسد إلى نظام مدني يضمن الكرامة لجميع المواطنين ويسمو بالشعب والدولة والوطن إلى مستوى القيم الوطنية لهذا الشعب وهذا الوطن. يعني عندما تكون إرادة سليمة ومتبرئة من كل النوازع الشخصية والشهوات الخفية فإن الأمور تمشي، ما يهمناش كم من وقت نديروه، لكن المهم تكون الإرادات صادقة ويكون إخلاصنا للوطن صحيح ما فيهش التباس، ويكون وعينا بالقضية، نكونوا نعرفوا أعدائنا. الحلف الأطلسي نعرفه ماهوش صديقنا، نستطيع أن نتعاون معه في إطار العلاقات الدولية التي تقوم بين الدول وبين الجيوش ولكن لا يمكن أن نعتقد بأنه صديقنا راح يحمينا ولا راح يحرص على مصلحتنا ولا يعطينا القوة ويعطينا التكنولوجيا حتى نستطيع أن نتغلب عليه. هذا وهم يجب أن نتخلص منه. ويكفي عار أن أقصى ما يمكن أن نتمناه هو أننا نكون يعني في حدود يعني ما يتبرع علينا به الآخرون. وش قيمتك أنت إذا كان أقصى ما يمكن أن تكون ملحقة في جيش أجنبي؟ وش من قيمة الجيش تاعك؟ أنت لا تستطيع أن تنطلق وتنافس وتكون الأجدر إلا إذا تمكنت من الاستقلالية التامة ومن الحرية التامة في تحركاتك، في إنجازاتك، في كل شيء. لماذا أنا بسطت الكلام في تجربة تركيا؟ لأنني أريد أن يفكر ضباط الجيش الوطني الشعبي ماليا في هذه التجربة. أريدكم أن تركزوا. يا أخي نزار كان يقول لكم الجيش التركي كذا، كان يقول لكم على الجيش التركي الفاسد الذي أدى بتركيا إلى الهاوية. أنا نقول لكم يا أخي تأملوا في تجربة تركيا الأخيرة وفي مواقف قيادتها العسكرية الأخيرة التي أخرجت تركيا من الأزمة. هي أولى أن تتأملوا فيها، وما لازمش تغتروا بعلاقة القيادة العسكرية الحالية بالحلف الأطلسي. هذه العلاقة قائمة على المصالح الشخصية بين القيادات والدوائر الفاسدة في الغرب، ماش قائمة على أي تعاون استراتيجي. يكذب عليكم. لا شوف، لو كانت العلاقة الحميمة التي تربط القيادة العسكرية العلمانية التركية بالحلف الأطلسي مفيدة للأتراك مستحيل أن تتنازل عنها القيادة العسكرية الحالية، مستحيل أن تتنازل عليها، ومستحيل أن تترك هذا أردوغان وجماعته ومن بعد تولي في أزمة مع قيادة الحلف الأطلسي. لو كان جات العلاقة هذه الحميمة بين القيادة العسكرية والحلف الأطلسي مفيدة، لو كان راهم بقاو يعني الجماعة ذي العسكريين انقلبوا على أردوغان وكي داروا عليه انقلاب اتفقوا كامل، يعني ما فشلش الانقلاب إلى غير ذلك، من أجل أن تندفعوا. واش راح يصرى؟ راح تدفع الأمور بتركيا إلى الانفجار ويخسر الجميع، تركيا وشعبها وجيشها، ويقعدوا يضحكوا الناس عليهم وخلص. ولكن هذا هو اللي فهمته القيادة العسكرية اللي راني نتحدث عليها. هذه القيادة الوفية لوطنيتها فهمت اللعبة فاختارت، ولكنها اختارت القرار الصحيح، الموقف الصحيح، وقدمت مصلحة تركيا العليا على كل الاعتبارات الشخصية وكل شيء. الآن أريد أن أعود إلى الجزائر. معلومات اللي عندي الآن تقول بأن النائب الأول لمدير المخابرات، ما كان لا نذكر اسمه، قضى الأسبوع، يعني أسبوع
في هذا الشهر، خلال هذا الشهر قضى أسبوع كامل في فرنسا. من أجل ماذا؟ من أجل أن يلتقي بمسؤولين فرنسيين أمنيين وعسكريين لبحث مستقبل الوضع في الجزائر على ضوء التطورات الأخيرة في مصر وسوريا. الضباط، أنا نتكلم مع ضباط، تستطيعون أن تتأكدوا من هذا. أقول النائب الأول رسميا، النائب الأول رسميا للمدير العام للمخابرات. خلاص قلت أنا الكلام، نتكلم للمستقبل. الآن السؤال، هل فرنسا هي التي ستخلص النصح للقيادة العسكرية الجزائرية؟ يعني ما احنا ما نحشموش حنايا. يعني فرنسا حتى قيادة الثورة عندما غمضت عينيها ودخلت معاهم في مفاوضات خدعوهم. يعني حتى في مفاوضات مصيرية فرنسا خدعتنا، ما تفاوضتش معنا بطريقة شريفة، لغمت كل المفاوضات، خرجتنا أصفار من المفاوضات. في النهاية لقينا روحنا مستعمرين بعد 50 سنة. هذا السؤال موجه لكل ضابط يشعر بذرة من الوطنية. هل فرنسا هي التي تخلص لنا النصح؟ الناس اللي راهم يصروا إلى حد الآن كل مرة رافدين كاباتهم وسراولهم ورايحين لهيه باش ياخذوا في النصائح من عندها. ماذا يريدون؟ هل يريدون الخير للجزائر؟ سولوا روحكم. أنا والرجال اللي عينهم على هذه البلاد نعتقد بأن الجزائر في حاجة إلى قيادة عسكرية وفية لوطنها مثل القيادة التركية الأخيرة. هذه المرحلة الجزائر في حاجة إلى نخبة من القيادة العسكرية الوفية للوطن أكثر من حاجتها للرئيس وللحكومة وللعباقرة وللتكنولوجيا، لأن بدون هذه ما كان حتى حاجة ستنفع للجزائر. بدونها أخطبوط الفساد لن يترك شيئا يمر، لأن القيادات السياسية والعسكرية القائمة الآن راها تتخبط في الأزمة التي اختلقتها. راس الله هكذا النحل الأعمى، يعني النحل ساعة ساعة يصيبه مرض يسموه عام النحل، يعني كي تعمى النحلة تبقى تدور 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 وتصطدم بكل بحجرة بشجرة بحيط حتى تموت. القيادة العسكرية هذه اللي قائمة الخبيثة هذه اللي تآمرت على الجزائر من 92 راها صار لها كي النحلة العمياء، راها تضرب في أي شيء يصادفها حتى تموت. ما دامكم تتبعوا فيها ستنتهون إلى نهايتها. ولذلك أصبح من واجب القيادة العسكرية الوطنية الوفية للشعب الجزائري أن تعي، لازم الناس تلم المروحة، ويجب أن هذه القيادة أن تعي حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها، ويجب أن تتصرف بالطريقة الهادئة المناسبة من أجل ضمان الموقف الوطني المشرف للجيش. نحن لا نطالب بحركة بهلوانية ولا بفوضى، نحن نطالب بموقف وتحرك هادئ ومسؤول وفعال يحقق لنا ما نريد. نحن لا نريد الخراب لبلادنا. القضية لن تعد قضية حكم ولا قضية سياسة. اليوم القضية راها قضية الحيلولة دون تدمير البنية التحتية للجيش الوطني الشعبي، معناها دون الحيلولة دون تدمير، دون قلع الأظافر نتاع الشعب الجزائري. صحيح هذه الأظافر الآن راهو سارقها طرف مفسد عندنا ويستعملها في خرابنا، ولكن الأظافر أظافرنا. الأظافر الجيش هذا جيش الشعب، والمقدرات نتاعو بنيت على حساب معاناتنا وعلى حساب فقرنا. الدراهم اللي تشترت بها الأسلحة وتبنت بها الثكنات ووضعت بها البرامج ودرب بها الرجال، هذه الدراهم راها من دماء الجزائريين، وبالتالي ما لازمش تضيع منا، لأن المجرمين عندنا يريدون أن يساومون عليها. هذه الضربة ستكون في عمق الشعب. المجرمين القيادة الحاكمة الآن ما تضر بها من ولو.
ولذلك على الجميع أن يحفظوا كلامنا هذا. أنا أراني منش نتكلم من عند روحي، أراني نتكلم كما قلت من خلال المعلومات والنصائح والإرشادات التي تصلني من طرف رجال أوفياء لهذا البلد. ما همش الناس يتكلموا في الإعلام ويهضروا في المسمع، أنا اللي راني نتكلم. مهما تأخر موعد التدخل العسكري سواء للحلف الأطلسي أو من ينوب عنه، لازم تعرفوا بأن المسؤول الأول والأخير على ذلك هو القيادة العسكرية وحدها، مهما كانت المقدمات والملابسات والمبررات والمشاركين المباشرين في هذه الضربة. ما كان حتى واحد يقول أن الإمبريالية والمعارضة والعملاء المتسبب الحقيقي في هذه القضية هي القيادة العسكرية، وعليها أن تتحمل مسؤوليتها من الآن في الوسع قبل أن تتحملها في الضيق بلا جدها. وأي واحد يحاول يجيب لها المبررات لازم فمه يتعمر تراب. خلاص بركات. الحل الوحيد لتفادي هذه الكارثة ليس في مطالبة الشعب الجزائري بالتراجع أو التنازل عن مطلب التغيير لهذا النظام الفاسد، ولا بتقديم مبادرة مغشوشة والقيام بتغيير مزيف كما يتمنوه المجرمين والانتهازيين والعملاء. الحل هو في مبادرة القيادة العسكرية بكل مسؤولية وبكل وعي وبكل هدوء الاتفاق من أجل والتجمع من أجل التخلص الفوري من جميع القيادات المعارضة للتغيير بالطريقة المناسبة التي تحفظ على الجزائر أمنها وسلمها. أمر واضح، التغيير لا بد منه من أجل تفادي الكارثة. أي إنسان يعارض هذا التغيير تغيير حقيقي صحيح، أي إنسان يعارض هذا التغيير معناها عدو للجزائر ويجب أن نتخلص منه. ما يلزمناش. إذا كان عندكم كلام آخر قولوا. نحن لا نريد التخلص من أحد من أجل دافع الانتقام ولا من تصفية الحسابات ولا من أجل العقوبة. نحن نريد التخلص من كل من يعارض التغيير الحقيقي بطريقة سلمية في الجزائر. نريد التخلص منه استباقا لكارثة وطنية محققة، لأننا إذا خليناه راح يهلكنا. إلا بقينا نمشوا وراهم راح يهلكونا، وراهم هلكونا بعد، راح يهلكوا مستقبل ولادنا. واللي راح يشوف باللي مصلحته الشخصية أعلى وأولى من مصلحة الجزائر وشعبها في هذه الظروف فقد حكم على نفسه بالزوال. هو حكم على روحه ولا يلوم إلا نفسه، ما يلوم حتى واحد. أي قرار وأي إجراء يتخذ ضده فهو حلال، لأن الجزائر أولى منه، الشعب الجزائري أولى منه، الأجيال القادمة للجزائر أولى منه. والأزمة في الجزائر استنفذت كل حظوظ الحل السلمي الآمن باش نكونوا صرحاء، ولم يبقى للجزائريين أي خيار سهل أو مجاني باش تحل المشكلة الجزائرية. رانا تركناها تعقدت إلى أن أصبحت مكلفة. كل الحلول مكلفة، ما كان حتى حل ماهوش مكلف. لكن احنا الشيء اللي رانا ندعو ليه والله شاهدنا على ذلك هو الحل الأقل كلفة والأكثر فعالية والأكثر ضمانا لتحقيق المصلحة الوطنية العليا للشعب الجزائري وللوطن الجزائري وللأجيال القادمة. نتمنى أن كل الناس تتخلص من هذه الأوهام اللي راح تعمر في راسها بها. الناس اللي راهم حابين يديروا تغيير بالبلا بلا ولا يديروا تغيير وحدهم بالطريقة الإقصائية وكذا، نظن الناس هذو آن الأوان أن يراجعوا أنفسهم. لا وجود لحلول سهلة كذلك، ما كان حتى حل سهل أو نصف حل لمشكلة الفساد في الجزائر.
الفساد وصل في الجزائر إلى مرحلة يجب التعامل معه بحلول كاملة جذرية، ما كانش نصف حل ولا حل توافقي مع الفساد، ما كانش. لازم الناس المفسدين يفهموا باللي ما عندهمش خيار، يجب أن يعودوا إلى الطريق، ما فيش كلام. يعني ليس من حق الناس ليس من حق الشعب الجزائري أن يتنازل عن الحقوق المشروعة له ولأبنائه في المستقبل من أجل أن يرضي ويتوافق مع المفسدين الآن. هذا شذوذ يا ناس. ولازم نعرف بأن الوضع راه يزداد تعقيدا يوما بعد يوم، وكلما مر الوقت كلما تقلصت فرص إنقاذ الجزائر من الانهيار الشامل، ما في حتى كلام. ورانا كل ما تكلمنا راه تزيد الأمور، الشيء اللي رانا نتكلموا به الآن راه أخطر مما كنا نتكلم عنه سابقا، والوضع يدل عليه. ولذلك يجب على كل مخلص يريد الخير لنفسه ولأهله ولوطنه أن يكون واعيا ومدركا بأن المعركة الفاصلة مع هذا الفساد العام في الجزائر راها لا مناص من خوضها طوعا أو كرها، ما فيهش، لازمنا نخوض هذه المعركة، ما عندناش خيار يا ناس، لأنها معركة بين الإبقاء على وجودنا ولا زوالنا. فمن أوفى بعهده للشهداء وللجزائر ولتضحية الرجال والحرائر فقد أدى ما عليه وفاز في الامتحان، سواء ربي يوصله وبلغه أنه يشوف الجزائر سعيدة ولا لا، المهم هو أدى ما عليه فقد فاز والحمد لله، ومن نكث فإنما ينكث على نفسه، باختصار. والواقع راه علمنا من خلال تجربة الآخرين من خلال ما عشناه نحن في بلادنا أن الفساد راهو كالشيطان المارد، أخطبوط سيحمي نفسه وسيدافع عن كيانه بكل شراسة، ولن يبالي لا بإزهاق الأرواح ولا بالكوارث التي تلحق البلاد والعباد. الفساد لا يتقيد، المفسدون لا يتقيدون لا بخلق ولا بدين ولا بعهد ولا بوطن ولا بشيء نبيل أبدا. دينهم الوحيد هو السلطة والنفوذ والطغيان، ووطنهم الوحيد هي الثروة والمال، ما كاش حاجة أخرى. ولذلك أنا كلمتي هذه مركزة موجهة لضباط الجيش الوطني الشعبي، مسؤوليتكم راها عظيمة أمام الله وأمام التاريخ وأمام الشعب الجزائري. والله إذا ما تحملتها في الوسع ستتحملونها في وقت الضيق وستكونون مذمومين أيضا. والعبرة لكم في مثال واقعي حي تقدروا سيدي تطلبوا، حتى تطلبوا روحوا إذا ما عرفتوش روحوا وطلبوا التجربة التركية ودرسوها. بالنسبة للشركاء المدنيين هذه ما خطيكم منها. الشركاء المدنيين الذين يجسدون هذا المخرج، نحن لا نعتقد أبدا بأن أي جزائري مخلص لوطنه يتوفر على المؤهلات والكفاءة والعلم والرجولة من أجل الإسهام في إنقاذ الجزائر وإنجاح هذه الخطوة على طريق التغيير، لا نعتقد أبدا بأنه يتأخر عن التضحية ولو بنفسه من أجل إنجاح هذا الأمر. هذا يعني عندما الناس تشوف حقيقة هناك توجه أساسي وصادق في اتجاه التغيير، فإن كل الكفاءات مستعدة تضحي، سواء بالمشاركة بمسؤولية، أي إنسان يطلب منه أن يفعل شيء سيقوم به بصدق بإذن الله تعالى، وسيبذل كل جهده ويبذل حتى حياته من أجله. أو حتى الإنسان يا سيدي، الإنسان اللي قال يا سيدي أنت المصلحة في أنك لا تقترب من الموضوع، أنا يا قال يا سيدي شوشان يرحم والديك، حل في الجزائر هو أنك تسكت علينا وتعفينا من كلامك وتعفينا من تدخلك في القضية الوطنية. والله العظيم أن أتعهد أنني لن أتكلم ولا أتدخل إذا كان أعتبر بأن سكوتي يحقق الحل للجزائر. أنا لا أعتقد بأن أي إنسان مدني قادر، أنا
المشعوذين والناس الفارغين اللي ما يقدروش يقدموا حتى حاجة مش نتكلموا عليهم، نتكلموا على الإنسان اللي قادر يسهم ينجز. هذا الناس نحن نعتقد بأن في الشباب الجزائري وفي الكفاءة الجزائرية مئات وآلاف من الرجال المستعدين بأن يضحوا بكل شيء من أجل الإسهام في إنجاح إخراج الجزائر من ورطتها بكل سلمية وبكل أمل. نعاود نرجع للأصل. الجيش الوطني الشعبي اللي هو أظافر الشعب الجزائري ماهوش هذا الجيش اللي راه الآن مستعمل من طرف المجرمين والمفسدين والمرتشين والعملاء الأجنبي. أنا نتكلم على عندما تشوف الأكاديمية العسكرية لمختلف الأسلحة إنجاز لم تنجزه دولة إلى حد الآن حتى تركيا. لماذا يبقى هذا الإنجاز تحت تصرف هؤلاء المجرمين حتى تتذرع علينا أمريكا بذريعة من ذرائع وتقصف وتدمر هذه البنية التحتية التي لو وزعت على الشعب الجزائري لأكل منها 100 سنة بدون أن يحرك ساكنا. أموال طائلة أنفقت في هذه الأكاديمية، فلماذا غدوة تصبح خراب؟ من أجل أن حفنة من المجرمين يريدون أن يبقوا في السلطة، وقاعدين يهفوا في الناس بأن الغرب يدمر في الجيوش لأنها وفي الأنظمة لأنها وطنية. الجيش الوطني الشعبي مستهدف ليس لأنه يهدد الغرب اليوم، لأنه في الوقت الحاضر يعتبر ملحقة خدماتية للحلف الأطلسي في منطقة الساحل. الآن الجيش الوطني الشعبي راهو خدام عند الحلف الأطلسي. لماذا؟ لأن القيادة التي تحكمه هي التي وضعته تحت تصرف الحلف الأطلسي، وهو يتعاون مع الحلف الأطلسي في الحروب التي يعلنها على شعوب المنطقة، حتى ولو كان ذلك على حساب السيادة الوطنية للجزائر. يعني فرنسا بغت تضرب المالي، دارت لنا طريق، الأجواء نتاعنا عقبت فيها، والجيش الوطني الشعبي بدفاعاته الإقليمية ودفاعاته الجوية قاعد يتفرج فيها. لكن إذا تمكن الشعب من التخلص من الوصاية، هذا الجيش سيعود إلى وظيفته الدستورية، وظيفته الشريفة، والوسام الشرف نتاعو سيعيده على صدره. ولن يصبح الجيش الوطني الشعبي أي وصاية، يعني لن تصبح أي وصاية على الجيش الوطني الشعبي من طرف فرنسا أو أمريكا والحلف الأطلسي وغيره، أي وصاية عليه. وسيصبح هذاك الوقت، هذا هو لماذا الحلف الأطلسي راه موجد الضربة للجيش الجزائري، لأنه يعرف بأنه اليوم أو غدا سيعود الجيش الوطني الشعبي إلى وظيفته، وإذا عاد إلى وظيفته الدستورية فبعد أن كان وكيلا للحلف الأطلسي في منطقة الساحل والصحراء سيكون عائقا أمامه للتدخل في المنطقة. ها هو المشكل. ولذلك فالدور في التدمير على جيشنا قادم لا محالة. ولذلك نقولها من اليوم قبل أن تقع الفاس في الرأس. المسؤول الأول على أي ضربة يتعرض لها الجيش هي القيادة العسكرية التي تتحكم به وحدها، وليس أي طرف آخر لا داخلي ولا خارجي، مهما كانت الأسباب والمبررات المعلنة والمسرحيات المفبركة. كما أن إنقاذ الجيش أمانة في ذمة الشعب الجزائري الموحد الذي عليه أن يرد الاعتبار لإرادته أولا. أي إنسان يتكلم عن الشعب الجزائري عن طريق التجزئة وعن طريق الطائفة وعن طريق الحزبية، هذا إنسان عدو للشعب الجزائري ويجب الحذر منه. ما نسول عليه واش يكون لا يحزنون. أي إنسان يتكلم على الشعب الجزائري كطوائف وكأحزاب وكذا، هذا إنسان يعمل من أجل تدمير الجزائر. اليوم الشعب الجزائري في حاجة إلى الاجتماع من أجل إنقاذ نفسه، والجيش الوطني الشعبي في حاجة إلى قيادة ترفع عنه الوصاية وتعيده إلى وظيفته الدستورية المشرفة له. نحن لن نزيد على ما قلنا، غير شيء واحد نؤكد عليه مرة أخيرة: مسؤولية الدفاع عن الجزائر وجيشها تقع على الشعب الجزائري الموحد كله، كل حسب ما يتاح له من الإمكانيات والوسائل. احنا راكم تشوفوا رانا نديروا اللي علينا،
الشيء اللي نقدروا عليه رانا بإذن الله تعالى ما نفرطوش فيه، لكن نطالب كل جزائري أن يقوم بما يستطيع، وما كان حتى واحد لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. احنا لو كان قادرين نديروا حاجة أكثر رانا نديروها بإذن الله، ولن يردنا على النضال من أجل إنقاذ الجزائر إلا الموت. ولذلك القيادات العسكرية المخلصة نصيبها هو الأكبر في المسؤولية على إنقاذ الجزائر وإنقاذ الجيش، لأن هذا الجيش هو ملك للشعب، لكنه أصبح بفضل وصاية المفسدين عليه عائق أساسي أمام إنقاذ الجزائر من الانتحار الحتمي. ولهذا تتأكد مسؤولية الضباط اللي مازال فيهم ريحة الوطنية. حتى الضباط اللي كانوا غالطين ماذا بينا يعاودوا يراجعوا أنفسهم ويبطلوا من هذه المواقف المبنية على الحزازات الشخصية بين الأفراد، لأن احنا ما ماناش نتكلموا على مصلحة أشخاص، رانا نتكلموا على مصلحة الجزائر التي ستبقى إن شاء الله حتى بزوال هذه الأجيال كلها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.